هل تعلم أن إفريقيا رغم ثرواتها الهائلة ومعادنها النادرة ومواردها الطبيعية التي تعتبر كنزاً للبشرية، ما زالت تعاني من الفقر والتبعية وضعف في التنمية؟ لكن هناك دولة واحدة قررت أن تكسر هذه القاعدة وأن تعيد رسم مستقبل القارة بيدها. إنها الجزائر، البلد الذي تحول من مجرد لاعب إقليمي إلى قوة اقتصادية وجيوسياسية تسعى اليوم لقيادة قاطرة النهضة الإفريقية عبر مشاريع عملاقة ستغير وجه القارة إلى الأبد. فلنبدأ رحلتنا لاكتشاف أهم المشاريع الاستراتيجية التي تقودها الجزائر في إفريقيا، مشاريع ليست مجرد وعود بل حقائق تتحقق على الأرض خطوة بخطوة. أولاً، الطريق العابر للصحراء، شريان إفريقيا النابض. الطريق العابر للصحراء ليس مجرد مشروع طريق، بل هو حلم قاري طالما سعت إفريقيا لتحقيقه. هذا المشروع العملاق الذي بادرت به الجزائر يربط شمال القارة بجنوبها وغربها، من العاصمة الجزائرية وصولا إلى مدينة لاجوس النيجيرية، يمتد لأكثر من 9400 كيلومتر، منها 2300 كيلومتر داخل الجزائر وحدها، وبتمويل ضخم يتجاوز 2.6 مليار دولار. لكن الأهم أن هذا الطريق ليس معزولا عن مشاريع أخرى، بل يتكامل مع شبكة ألياف بصرية وطرق فرعية، مما يحوله إلى ممر تجاري رقمي وبري متكامل سيسمح بإنجاح منطقة التجارة الحرة الإفريقية التي تهدف لفتح الحدود أمام السلع ورؤوس الأموال والخدمات. الجزائر هنا لا تبني مجرد طريق، بل تصنع جسرا اقتصاديا وقاريا يربط الموانئ الجزائرية بأعماق إفريقيا. ثانيا، أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذهب الأزرق نحو أوروبا. في عالم يشهد أزمات طاقة خانقة، يطل مشروع الغاز العابر للصحراء كأحد أكبر المشاريع الاستراتيجية في القرن الحالي. هذا الأنبوب الذي يمتد من نيجيريا عبر النيجر وصولا إلى الجزائر سينقل نحو 30 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الإفريقي نحو أوروبا. بدأ التفكير فيه منذ 2002، لكن الظروف الدولية اليوم جعلت منه مشروعا أكثر إلحاحا، خصوصا بعد تقلبات سوق الطاقة العالمية. تكلفته المبدئية تقدر ب13 مليار دولار، وسيجعل الجزائر محورا للطاقة بين إفريقيا وأوروبا في وقت يبحث فيه الأوروبيون عن بدائل آمنة وموثوقة للغاز. إنه ليس مجرد أنبوب، بل شريان للطاقة والسيادة الاقتصادية في إفريقيا. ثالثا، سكة حديد باماكو نيامي. في إفريقيا النقل هو مفتاح التنمية، ولذلك كشفت الجزائر عن مشروع طموح لربط عاصمتي مالي والنيجر باماكو ونيامي بشبكة سكة حديد حديثة. هذا المشروع الذي يتجاوز طوله 1400 كيلومتر لا يقتصر على ربط المدن فقط، بل يربط الشعوب والاقتصادات والتاريخ. إنها رسالة واضحة من الجزائر أن التكامل الإفريقي لا يبنى بالتصريحات فقط، بل بخطوط الحديد والإرادة والسياسة، وهو تكامل يكمل مشروع الطريق العابر للصحراء ليحول الجزائر إلى بوابة رئيسية نحو عمق القارة. رابعا، اكتشاف النفط في النيجر، بصمة سوناتراك. الجزائر عبر عملاقها سوناتراك لم تكتفي بتأمين حضورها في سوق الطاقة داخل حدودها، بل خرجت لتضع بصمة قوية في دول إفريقية عديدة مثل ليبيا، موريتانيا، مالي والنيجر. في النيجر تحديدا حققت الشركة عام 2018 اكتشافا مهما في حوض كفرة شمال البلاد بعد أن حصلت على تراخيص للتنقيب منذ 2005. هذا الحضور الجزائري يعكس شراكة جنوب حقيقية تترجم التعاون الإفريقي إلى مشاريع ملموسة تسهم في تنمية المجتمعات وتثبيت الاستقرار في منطقة الساحل. خامسا، الألياف البصرية العابرة للصحراء، الطريق الرقمي لإفريقيا. في زمن الثورة الرقمية تدرك الجزائر أن من يملك الإنترنت يملك الاقتصاد، ولذلك أطلقت مشروع الألياف البصرية العابر للصحراء، وهو الطريق الرقمي المكمل للطريق البري، يمتد على 4350 كيلومترا، ويربط الجزائر بنيجيريا مرورا بالنيجر ومالي وتشاد وموريتانيا. الهدف هو تقليص الفجوة الرقمية في القارة وربطها بشبكات انترنت عالية السرعة. هذا المشروع سيجعل إفريقيا أكثر اندماجا ويمنح شبابها فرصا جديدة في التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي وكذلك التعليم عن بعد. إذن
ما تقوم به الجزائر في إفريقيا ليس مجرد مشاريع بنية تحتية أو استثمارات اقتصادية، بل هو مشروع نهضة حقيقية يعيد للأفارقة الثقة بأن قارتهم قادرة على النهوض بذاتها بعيدا عن التبعية. إنها مشاريع تبني طرقا، أنابيب، سكك حديدية وألياف بصرية، لكنها في الحقيقة تبني مستقبل إفريقيا. وإن كنت تؤمن أن إفريقيا تستحق الأفضل وأن الجزائر قادرة على صنع الفارق، اضغط على زر الإعجاب واشترك في القناة لتتابع تحليلاتنا حول المشاريع الكبرى التي تعيد تشكيل مستقبل الجزائر وإفريقيا. فلنبدأ معا هذه الرحلة نحو إفريقيا جديدة من منظور جزائري.